اقسم بالله في لعيبه في الشوارع ما مشهورين ولا ليهم واسطه، اقسم بالله باجدع لعيب فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق. ربنا يرحم موتانا جميعا ويرحم امي وجميع موتى المسلمين. انا ساكت بقالي يومين، مش قادر اتكلم والله. الناس ممكن تقول ايه يا جماعه، مش للدرجه دي. لا، بيبقى للدرجه دي. انا بقالي يومين والله تعبان بسبب موضوع الماتش، وضغطي كان عالي ليلة الماتش بطريقة شكلها ما كانتش طبيعية يعني. والحمد لله عدت على خير يعني. هخش في الموضوع عشان ما اطولش عليكم. عايزين نتكلم كلمتين لعل وعسى يوصلوا للعيبة، يوصلوا لمجلس الإدارة، يوصلوا للجمهور، يوصلوا زي ما يوصلوا إن شاء الله بإذن الله. كلامنا يوصل ويبقى ليه مردود. ومش كلام أنا لوحدي، جميع الأهلاوية اللي بيتكلموا عشان خاطر حبهم لناديهم مش حبهم لأشخاص. سريعا كده، هل انت راضي ان فريقك كان يكسب؟ لا. انا ببقى نفسي فريق يكسب حتى هو في اسوأ حالاته، لكن لما يخسر المفروض ان انا ما ازعلش. انا زعلت عشان ماتش كبير وقدام نادي الزمالك واحنا خسرانين منه من 30 سنة، سنة 94، وهي البطولة الوحيدة اللي ما خدناهاش منهم، وهم كسبونا ويستحقوا كسبوا بضربات الجزاء. رجالتهم كانوا مصدقين نفسهم، والشوط الثاني احنا ما جيناش. احنا 70 دقيقة ما جيناش، بس الشوط الثاني بالتحديد احنا مش موجودين يعني. لكن هنبدأها من أولها. خلينا نبدأ من أول. مجلس إدارة عمال يصفي وما بيجيبش. معلش هتقولي أنا جبت أشرف داري ويوسف أيمن. يا عم أشرف داري متداري، أشرف داري متداري. ما شفتوش. أنا ما شفتوش مع النادي الأهلي. أنا شايف ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بس. ياسر إبراهيم اللي ناصر منسي المنسي من جمهوره كلفته خده كده وراح بيه على البعيده وراح راجع منه على القريبه، خطف الجون. اتكلفت. هتقول لي يحيى عطيه الله الغلطان والكعب. انا معاك. انا مش عايز اتعصب وعايز امسك نفسي، مش عارف اجيبها لك ازاي يعني. لو هنخش مع بعض في مشاكل يا عم طز. انا حبي للنادي الاهلي اكبر منك. انت مين؟ كل اللي كانوا في الملعب انتوا مين يا عم؟ انت بتجيب لي بطوله هتفضل تعيرني بيها على طول ولا ايه؟ بنقطع في اللعيبه اول ما بنخسر عشان هم ما كانوش قد المسؤوليه. لو كانوا عملوا اللي عليهم ولعبوا قطعوا النجيله وموتوا نفسهم كنا قلنا لا خلاص حظ تمام. لكن ما خدش ضربه ركنيه. ده ارتا سولار قدام الزمالك خد ركنيات. احنا فين؟ كلمني كده وقول لي وناقشني وخش تناقش معايا وقول لي لا انت غلطان. نرجع لموضوعنا. مجلس الاداره عمال يصفي وما بيجيبش. ولو عدينا الاسامي الناس كلها عارفه، اي اهلاوي فاهم انا بتكلم عن مين. هنقعد نعد في اسامي خرجت ما جاش اماكنها ناس؟ لا احنا بنصفي الفرقه. معلش انت لما اتزنقت وبيرسي تاو ما كانش قادر يعمل حاجه، او كان العمليه ما كانتش فايقه معاه، مع ان اللعيبه كلها ما كانتش فايقه، بس لما بيرسي بقى تاو ما كانش موجود انت نزلت مكانه محمد طاهر. خلاص احنا اتكلمنا هنا. مجلس الاداره على فكره دوره كبير يعني. انا مش هخش على بعضه وانساه. ده مجلس الاداره دوره كبير جدا. بعيدا عن الصفقات، لا ده في حوارات كتيره جدا. يا عم اركنها. مدير الكوره هركن ايه ولا ايه؟ هقعد اركن ايه ولا ايه؟ ماشي. جمهور، هل انت شايف منظر الجمهور بتاعك في اول الماتش او قبل ما الماتش يبدا في الاحتفاليه عمل نفس اللي عمله جمهور الزمالك؟ يا راجل ده جمهور الزمالك عمل 2 تيفو، وسلم لي على احمد بلال، سلم لي على احمد اجوال. جاب موسم هيفضل يذل اللي جابونا عشان امه، هيذل اللي جابونا عشان موسم لعبوا مع الاهلي حلو. يا عم انت بتتكلم ليه يا عم؟ احنا ما مش بتوع كلام. احنا ما بنخشش ماتشات كسبانين. احنا ميزه الاهلي انه بيحترم الصغير قبل الكبير، فهو ده سر مكسبك. تقفل على نفسك، تنزل مركز، تكسب. احنا مش بتوع كلام كتير احنا. فانت خسران اصلا من مجلس ادارتك وجمهورك اللي كان في الملعب. مش عارف والله كان دوره ايه. يا عم كتر خيركم ان انتوا رحتوا تساندوا الفرقه، بس انا شايف 2 تيفو وانت حطيت لي تيفو. الدخله باظت على راي جمهور الزمالك لما غناها لك. منظر لا يليق بجمهور الاهلي، منظر لا يليق تماما.
معلش انا شايف جمهور الزمالك عمل 2 تيفو، الدخلتين جامدين، الدخلتين حلوين يا عم، بيقلدك في دخله شغال عملها، الدخله التانيه بيكلفتك فيها. احنا بقى فين؟ ده جمهور الاهلي هو رقم واحد، رقم واحد. فالدنيا كانت بايظه في كل حاجه، مجلس اداره ما دعمش، جمهور ما ساندش بالشكل المطلوب، وكان برضه ثقه زياده، الثقه واصله من مجلس الاداره لاصغر واحد في الجمهور لاصغر واحد في غرفه الملابس. كولر، لا 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 لا، الثقه الزياده اللي انت كنت فيها ووصلتها لعيبتك وان انت ادارتك للماتش، لا 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 لا، مش موجود. انا بحب كولر جدا، وكولر بالنسبه لي هو اللي تحت جوزيه على طول، هو اللي تحت منه الجوزيه على طول في كقيمه يعني وكحب. فايه ايه يا كولر؟ هل هي دي ادارتك لماتش الزمالك؟ ماتش السوبر اللي انت عارف ان جمهور الاهلي ليه طار وخسران سنه 94 وما كسبناش البطوله دي من الزمالك، فبدل ما نتعادل معاهم يبقى هم كسبانين مننا بطولتين. يا عم انت ما اتغلبتش في الملعب وانت في اسوأ حالاتك واتغلبت ضربات جزاء، فاهم كل الهري اللي هيتقال، لكن انا خسران بطوله ناحيه حقهم. اي حد يطلع يتكلم ولا ينتقد احتفال الزمالك هو ما بيفهمش، هو حقه يا باشا، هو واخد منك بطولتين في بطوله السوبر الافريقي، انت ما دقتش منه بطوله، فهو منتصر عليك في بطوله السوبر الافريقي، انت مش محصله. زي ما احنا في دوري الابطال 12 وهم 5 ومش محصليننا، وباذن الله مش هيحصلونا، انت مش هتحصله. فكلمني دلوقتي وقول لي، هل انت كنت مقتنع ان فريقك يستحق المكسب؟ تعالى لي بقى على اللعيبه اللي مقضيها احتفالات وخروجات وفسح ودنيا خربانه، الدنيا عادي سهله ورايحه جايه ومفيش مدير كوره، مفيش حد بيسال ومحدش بيربط انا ما اعرفش، كابتن سامي قمصان قايم بدورين فالدنيا تقريبا بايظه معاه، شغلانتين مش جايبين معاه، انا ما اعرفش. ما هو كابتن سامي قمصان اصلا كان موجود في نفس الاحتفالات تقريبا، فهيعاقبهم على ايه؟ هيقول لهم مفيش خروج ودخول ازاي؟ ما هو كان معاهم. وفكره ان انت تحتفل بالدوري قبل ماتش السوبر باسبوع في الهيلمان اللي اتعمل خلى اللعيبه متشبعه، نازلين الماتش كسبانين، انت نازل ماتش السوبر لعيبتك كسبانه، وده كان اكتر ماتش يقلق اي حد بيفهم كوره. ماتشات الاهلي والزمالك اللي ما فيهاش وقت اضافي وبتلعب ضربات جزاء انت بنسبه كبيره بتخسر، يبقى انت دلوقتي كنت نازل ثقه عمياء المكسب بتاعنا. كولر تصريحاته قبل الماتش على طول، ما بتكلمش على التصريحات اللي قبلها، هو اللي قبلها برده كان بيتكلم على استحياء وبيحترم نادي الزمالك، لكن يوم الماتش بيقول لك انا واثق ان شاء الله احنا كسبانين، كان كلامه ان هو واثق في الفوز ان شاء الله يعني. عندنا اخطاء كبيره قوي، ولازم الاخطاء دي تتصلح، ولازم اللي اخطاوا يتحاسبوا، ولازم اللعيبه اللي مقضيها استهتار ودلع. من امتى احنا بنعمل كده؟ من امتى بنتريق من قبل ما نكسب وبنقعد نهزر ونعمل كده؟ احنا بنحترم كل الناس، سر مكسبنا في احترام اي خصم مهما كان كبير صغير بنحترمه. نقعد نحتفل قبل الماتش ان السوبر بتاعنا، لا 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 لا، كل الناس اللي احتفلت انتوا خسرتونا الماتش، انتوا خسرتونا الماتش. معلش الزمالك ما كسبكش في الملعب، نتكلم بقى كوره، الزمالك كسبك كوره في الملعب، لكن هو ما وصلش كتير وما عملش حاجات كتير وما كسبكش نتيجه في الملعب، لكن قدر يرجع في النتيجه، وقدر في الاخر انه يكسبك بضربات الجزاء وانت ما كنتش اصلا موجود، عشان نقول ان انت ما كنتش موفق، انت ما كنتش موجود. الاهلي لعب 20 دقيقه او 25 دقيقه حد اقصى، ما لعبش تاني، ما شفناهوش. محمد شناوي، محمد شناوي، محمد شناوي، احنا ما عندناش حد اكبر من الاهلي، ما عندناش حد اكبر من الاهلي، المفروض تقعد احتياطي فتقعد احتياطي، ما تتعبناش بقى، ما تتعبناش يا عم، يمكن لما تريح شويه ترجع لمستواك. عندنا احنا الحمد لله حارس واعد اسمه مصطفى شوبير، نتحرم منه ليه؟ عشان خاطر انت بتنام يا عم، انت ما بتصدش يا عم. كوره بتاعت ناصر منسي يا عم عشان قريبه صعبه مع انها تحت ايدك، تحت ايدك. ضربات الجزاء ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان اللي بيحصل لنا ده والله العظيم ده جديد علينا اللي بيحصل ده. كابتن رافض يقعد ليه ان شاء الله؟ ده ابو تريكه قاعد احتياطي. فاحنا هل نستحق ان احنا نفوز بكاس السوبر الافريقي على حساب نادي الزمالك عشان 25 دقيقه؟ ما نستحقش. واحد صوته كان منبوح يومين صوتي كان منبوح ولسه والله العظيم تعبني. عشان خاطر مين؟
عشان خاطر ناس مش مقدرين قيمه النعمه اللي في ايديهم، مش مقدرين قيمه النادي اللي بيلعبوا فيه. انت عندك انت بتلعب في النادي الاهلي. اي حد بيتمنى يعدي من جنب سور النادي، مش يلعب جوه النادي الاهلي. الواحد لما بيعدي جنب سور النادي الاهلي بيحس بفخر، بيقعد يصور السور. انت فين؟ انت بتلعب جوه النادي الاهلي، مش حاسس بقيمه النعمه اللي انت فيها؟ امشي. ويجي غيرك 10 يحسوا نفسهم في النعمه دي. اتقوا الله فينا. دي بطوله تضيع، دي بطوله ننزل مستهترين ونقعد نايم لي. اهو انت خدت كميه تريقه انت وعمر كمال يا رامي يا ربيعه، والله العظيم تستحقوها. التحفيل اللي نزل عليكم انتوا الاثنين تستحقوهم، وما حدش هيدافع عنكم. مفيش واحد من جمهور الاهلي هيدافع عنكم، لان ده مش اسلوبنا، دي مش طريقتنا. انت متخيل عقليتنا احنا بقى اللي الناحيه التانيه مش فاهمينها؟ ان لما نكون ما نستحقش وخسرنا بنطلع نقول احنا لا نستحق، وبنجلد الذات كده، اللي هو بنمسك نفسنا وبنمسك لاعيبتنا وطخ طخ. انت فين بقى؟ انت لو خسرت نظريه المؤامره هي اللي شغاله معانا. مش هنخش في دي، مش هنخش في دي عشان ما نخشش في مجال وكلام ملوش اي 30 لازمه. لكن احنا لا عيبتنا مننا ليهم بقى. تعالوا لنا كده، احنا عايزين نتكلم مع بعض كلمتين. يا تفوقوا يا تفوقوا يا بلاها منكم. اصل احنا كده كده لابسين. انا طول عمري هنا بيجري اهلي، هنا بيجري الاهلي. انت بالنسبه لي مش اهم من النادي الاهلي. الثقه والغرور ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ اكسب واعمل اللي انت عايزه واحتفل وتنطط وهنرقص معاك وهنطلعك السما. هتخسر وباستهتار يا ريتك لعبت. والله العظيم لو كنتوا لعبتوا وعملتوا اللي عليكم ما حد كان هيهاجمكم كده، ولا هيهاجم مجلس الاداره على الصفقات اللي هي ما جاتش، مع اني قايلها من شهر ونص. نسكت بقى ونسيب الصفقات اللي جت واللي ما جاتش نبقى نتكلم فيها بعدين عشان ما ننتقدش دلوقتي. لكن انتوا تستحقوا النقد، واي حد يطبل لكم هو ما بيحبش الاهلي وبيحبكم انتوا. بقول لك ايه، كفايه عليكم. سلام عليكم.